السلام عليكم ورحمة الله. جورجي زيدان. يعرف جورجي بن حبيب زيدان بأنه قاص وروائي وصحفي ومؤرخ لبناني. وصف بأنه عالم من أعلام الفكر في الشرق العربي، ورائد من رواد تجديد علم التاريخ، كما كتب العديد من الروايات التي سرد فيها تاريخ العرب المسلمين وتاريخ مصر الحديث وتاريخ الانقلاب العثماني. ولد جورجي زيدان في تاريخ 14/12/1861 ميلادية في بيروت لأسرة مسيحية فقيرة. درس في مدارس بيروت الابتدائية وتعلم اللغة الفرنسية، لكنه لم يكمل تعليمه فاضطر إلى ترك المدرسة صغيرا للعمل ومساعدة والده في أشغاله وعمله في المطعم الذي يملكه، ثم اضطر للعمل في صناعة الأحذية، وفي ذلك من بين ذلك محل لبيع الأقمشة. ومع انخراطه في العمل والمجتمع الخارجي أصبح جورجي زيدان يقرأ الكتب والمجلات ويأخذ من معارفها، كما قابل خريج الجامعات وأدباء بيروت والعديد من الصحفيين، الأمر الذي ساهم في انضمامه إلى إحدى الجمعيات الشبابية في بيروت. في عام 1881 قرر جورجي زيدان ترك العمل والالتحاق بالكلية الأمريكية لدراسة الطب، وكان ذلك يستدعي اجتياز اختبار في بعض المواد العلمية، فاستعان بأحد أصدقائه ونجح في الاختبار، وبدأ دراسة الطب مجتازا السنة الأولى بتفوق، إلى أنه بعد ذلك حدثت بعض الاضطرابات في الجامعة اضطرت بعض الطلاب ومن بينهم جورجي زيدان إلى ترك الكلية، فاتجه إلى دراسة الصيدلة. سافر زيدان 1883 إلى مصر لاستكمال دراسة الطب، إلى أن بعض الظروف حالت دون تحقيق حلمه، فالتحق بالعمل في إحدى الصحف هناك. وفي عام 1884 رافق الحملة الإنجليزية إلى السودان للعمل كمترجم، ليعود في العام الثاني إلى مسقط رأس بيروت ويدرس اللغتين العبرية والسريالية، وحاز على عضوية العديد من المجامع العلمية، منطلقا بعد ذلك في رحلة ترسيخ اسمه بين أدباء عصره. أما السمات الفنية في الأعمال الأدبية لجورجي زيدان، فقد اتسمت الأعمال الأدبية التي انتجها بالعديد من الخصائص والسمات الفنية التي ساهمت في إعطائها قيمة كبيرة، منها ما يأتي ذكره: الاعتماد على عنصر المفاجأة لتشويق القارئ ودفعه للاستمرار في قراءة العمل الأدبي، المزج بين التاريخ الأصيل والتخيلات السردية الممتعة، اختيار الموضوعات الشيقة لتضمينها في أعماله الأدبية، القدرة على إظهار الشخصيات وتصويرها بطريقة جورجي زيدان الخاصة. أما كتاب التمدن الإسلامي فيعد من أهم كتب جورجي زيدان ومؤلفاته، صدر في 5 أجزاء في الفترة الممتدة بين عام 1902 و 1906. رسم فيه الكاتب تاريخ التمدن في الحضارة الإسلامية، كما تطرق لجوانب عسيرة من التاريخ الإسلامي، واستهله بمقدمة تمهيدية حول التمدن العربي وحال العرب قبل الإسلام، إلى جانب الحديث عن المملكة الإسلامية وحضاراتها، ويشار إلى أن هذا الكتاب ترجم إلى العديد من اللغات. أما أبرز مؤلفات جورجي زيدان، فقد ترك من الكتب والمؤلفات القيمة التي لاقت شهرة واسعة بين أوساط الجمهور العربي، منها على سبيل الذكر للحصر ما يأتي: كتاب تاريخ مصر الحديث. يعد هذا الكتاب من الكتب التي لاقت شهرة واسعة، وهو يقع في حدود 750 صفحة. تطرق فيه جورجي زيدان إلى الأحداث التي شهدتها مصر في عصره، مستهلة بالحديث عن تاريخ مصر القديم ثم تاريخ مصر الحديث. كتاب تاريخ أدب اللغة العربية، أشار جورجي زيدان في هذا الكتاب إلى تاريخ اللغة العربية وما شملته من علوم وآداب منذ العصر الجاهلي حتى العصر الحديث، وقد تم تقسيمه حسب العصور. رواية فتاة غسان تعد رواية تاريخية يسرد فيها الكاتب حال الإسلام من بداية ظهوره حتى فترة فتوح العراق والشام، مع الإشارة إلى عادات العرب وأحوالهم في أواخر الجاهلية وبداية الإسلام، وذلك بقالب روائي مميز. رواية عذراء قريش تناول فيها جورجي زيدان الأسباب التي أدت إلى وفاة عثمان بن عفان رضي الله عنه، ساردا الأحداث التاريخية المرتبطة بتلك الفترة، ومضمنها
قصة حب خيالية بين محمد وأسماء التي كانت عذراء قريش. وفاة جورجي زيدان. تشير المصادر إلى أن جورجي زيدان توفي بين كتبه وأوراقه من مساء يوم الثلاثاء في تاريخ 21/7/1914، وذلك عن عمر يناهز 53 عام. وقد أرتاه كبار الشعر بقصائد مبكية تخليدا لاسمه وإرثه الثقافي. هذا وننتهي في هذا الحد.